السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي سؤال بيقول متوسط درجاتك في الدرس كان عامل ايه؟ يعني ايه اقل درجة جبتيها وازاي كنتي بتستعدي لو عندك شامل مثلا؟ طيب، خليني اقول لكم ان درجات الدروس والله كانت اقل من العادي. يعني هقول لكم رقم عشان ترتاحوا. في امتحان فيزياء كان اتعمل في شهر 3 او 4، كان على الكهربية. كنت جايبه فيه 15 من 20. ده انا كنت مذاكرة، يعني مش هقول لكم كنت مذاكرة جبت فيه 15 من 20. العربي كان والله احسن درجه جبتها في العربي دي بتاعت اخر السنه. انا والله انا اتصدمت اصلا انا جايبه الدرجه دي، لان العربي كان مطلع عيني. فسيبوكم من درجات الدروس، تمام. طب نيجي بقى للشق التاني، انت كنت بتستعدي ازاي؟ انا مثلا عندي الجزء كبير اهو، بقسمه لاجزاء صغيره، تمام. وبراجع بعيني كده، بشوف الحاجات اللي انا كنت عاملاها عليها هايلايت، بفوكس عليها قوي. لازم تبقى عارف ايه الحاجات المهمه اللي انت تركز عليها والحاجات الحشو. بس انتوا بقى عشان انتوا ثانويه عامه وكده ذاكروا كل حاجه، تمام. بس برضو خلوا فوكس اكتر على الحاجات اللي انت شايفها مهمه، المين بالك بتاع الموضوع نفسه يبقى انت ماسكه كده، تمام. طيب، بعد ما رجعت بص بقى على التلخيصات اللي انت كنت عاملها او التسكيمات، والناس والله اللي قالت لي على التسكيمات ازاي نعملها وايه هي اصلا التسكيمات دي. انا مش ناسياكم، بس انا عندي مد بعد 3 ايام. ربنا يعديه على خير كده، وان شاء الله فوق منه اعمل لكم الفيديو ده. طيب، رجعت على التلخيصات، رجعت على التسكيمات، رجعت على الاسئله اللي انت كنت غلطت فيها ساعه ما بتحل اول مره، دي مهمه برضو. بعد كده ابدا احل وحل كتير. ليه بقى تحل كتير؟ عشان لو حصل لا قدر الله جبت درجه وحشه في الدروس، تبقى عارف ان العيب مش في الماده العلميه، العيب مثلا من التوتر. إيه، اي حاجه بتبقى فيها عوامل كتير. فاحنا يهمنا ان نطمن على الماده العلميه بتاعتنا، تمام. وده كان اكتر حاجه ما بتزعلنيش، يعني لما اجيب درجه وحشه انا عارفه انا بحل ايه. ومثلا بحل ممكن 100 مساله، 5 منهم يطلعوا غلط. فخلاص يعني الموضوع كويس، ما نضغط على نفسنا، تمام. طيب وبعدين، بعد بقى ما لميت الدنيا دي خالص، اعمل بقى النقط اللي انت دايما بتنساها ودايما عارف ان انت ما بتفتكرهاش في ورقه، عشان ايه؟ تراجع عليها كل شويه. ويا جماعه انا قلت الموضوع ده مليون مره، اعملوا ريكوردز لنفسكم. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتذاكر اهو، وخلاص بقى حاسس ان الدنيا كلها اتلمت في دماغك ومفيش حد قدك، والدرس ده خلاص دخل بص المراكز العصبيه كلها في المخ، وحاسس انك ممكن لو قعد حد قدامك كده تشرحه له كله. خلاص اعمل بقى ريكورد لنفسك بالمفيد، بملخص الموضوع ده كله. ليه؟ اسمعه في مواصله، هيرجع لك كل الداتا. يعني انت مثلا لو قلت الفيديو 10 دقايق هيرجع لك الداتا بتاعت 20 صفحه. والله صدقوني الموضوع ده، يعني المخ بيفتكر مثلا انت كنت بتقول كذا وشكل الصفحه بيترسم قدام. جربوها مش تخسروا حاجه يعني. ده كان استعدادي للامتحان الشامل، انت مش تخترع الذره يعني. وبقى كده زي ما قلت لكم، والله درجات الدروس مش بتفرق في حاجه. انت اهم حاجه انت تطمن على الماده العلميه. انا كده كده ما اعرفش يعني الدروس دي درجاتها بتطلع وحشه ليه، والله انا ما اعرفش. ربنا يوفقكم يا رب، ومنتظره بقى اسئلتكم ان شاء الله.